كابتن رضا عبد العال يا برنس خلص الحوار كله في موضوع زيزو. اسمع بقى قال لك ايه. قال لك زيزو لو قعد 100 سنه في نادي الزمالك مش هيعمل حاجه. ما هو كان موجود السنه اللي فاتت عمل ايه؟ ما عملش حاجه. ما تبيعوه بقى، بيعوه بقى وبفلوسه تجيبوا صفقات بقى. لان زيزو لو هيكمل مع نادي الزمالك فانت لازم تعمل له صفقات سوبر، لازم تجيب له يعني 3 4 زيه كده يسندوا الفريق عشان نادي الزمالك يستمر في المنافسه على الدوري. ماشي. قال لك طب ما تبيعوا زيزو وبفلوس زيزو هتجيبوا 4 ولا 5 صفقات سوبر يقدروا ان هم يسندوا نادي الزمالك ويقدروا ان هم يوقفوا نادي الزمالك على رجليه، مش اللي هو تخنق زيزو. ما هو زيزو برضه عاوز يحترف دوت يا برنس. الكلام اللي قاله كابتن رضا عبد العال يعني هو الخلاصه بتاعته بيع زيزو. وانا قلت كده، عاوز تحل الازمه دي، عاوز تحل الليله دي، بيع زيزو، بيع زيزو. يعني زيزو لو اتباع هتعرف تجيب صفقات، ده مبلغ خيال اللي هتبيع بيه زيزو، هتحل ازمه القيد والكلام ده كله والليله دي كلها، وتجيب صفقات سوبر وتعرف تجيب وتعرف تقدم يعني ايه. ما هو كل في بدايه دوري لازم تدي للعيبه اللي عندك ايه في مقدم عقد او مقدم في السنه كده. مثلا العقد ايه بياخد في السنه 10 مليون، فانت تيجي في بدايه الدوري تقول له خد يا باشا 2.5 مليون 3.5 مليون، تدي بقى لكل لعيب حسب العقد بتاعه وكل لعيب بالنسبه بتاعته. فانت نادي الزمالك ما فيهوش سيوله عشان يدي لفرقه الكوره، ده فرقه الكوره بس لسه عندك طايره وصله وليله. فانت بتتكلم زيزو لو باع هيحل ازمه. ماشي. وبرده في اخبار طالعه برده مفرحه برده عشان بقول لك نادي الزمالك بيقرب ان هو يحل مشاكله. نادي الزمالك بيقرب بشكل كبير جدا ان كل الليله والزنبليطه اللي داخل نادي الزمالك حاليا دي كلها تتحل. ليه بقى يا برنس؟ ان يعني في خبر طالع وكابتن احمد حسن طبعا انت عارفه منزله على صفحته بيقول ان يعني في مصدر داخل نادي الزمالك بيقول ان خلال ساعات هيتم رفع الحجز على ارصده نادي الزمالك اللي موجوده في البنوك وكده يا برنس. قال لك المبلغ اللي في البنوك دي كلها يقارب من 200 مليون جنيه. فانت بتتكلم رقم 200 مليون جنيه تاخد منهم 60 مليون ولا 50 مليون تحل بقى ازمه القيد، تاخد مش عارف 50 مليون تدي مقدمات العقود. لو بعت زيزو تجيب بقى صفقات تاني. انت بتتكلم يعني في بيع زيزو ده بتتكلم في سكه 70 مليون ولا 80 مليون كمان. ففي فلوس كتير، في فلوس كتير. طالما في فلوس كتير تحل مشاكل وتجيب صفقات وتوقف النادي على رجليه. ماشي. فدي حاجه مفرحه، حاجه مفرحه لجمهور نادي الزمالك ان مشاكله بتتحل. المشاكل بتتحل ولكن عاوزه ناس تدير، ناس تفكر صح، ناس تفكر في مصلحه النادي لا غير. مصلحه النادي ثم مصلحه النادي ثم مصلحه النادي، غير كده ما تفكرش. الناس اللي هتيجي تشتغل لمصلحتها الشخصيه تركن على جنب. طالما انت عاوز توقف نادي الزمالك على رجليه، طالما انت عاوز ترجع نادي الزمالك من تاني يقف على رجليه ومن تاني ينافس على الدوري ومن تاني يحل مشاكل القيد وازمات اللعيبه ويجي صفقات يكون فيه منافسه، يكون فيه منافسه. انت متخيل ان نادي الزمالك اللي هو والاهلي كده يا باشا وده يعلن صفقه وده يجيب صفقه لغايه دلوقتي مشاكله لسه ما حلش حاجه. مفيش طعم للكره المصريه. طالما ما فيش اهلي ما فيش زمالك، ما فيش زمالك ما فيش اهلي عشان تعرف. بس سيبك بقى من كل الانديه اللي لسه طالعه اللي بقى لها يومين ديت. اهلي وزمالك هم الكره المصريه. سلام.